88 87 ده نزل قبل كده، كانت 88 87. حتى انا برضو طلعت وقلت النمره دي ما ادفعش فيها ربع جنيه، وصلت حوالي 350 او 400 الف. فمن الواضح ان الراجل اللي كان منزل، يعني هو بالنسبه له 88 87 رقم مميز، يعني هو بالنسبه له ده رقم حلو، ده تسلسل تمام معاه. فقام منزل دلوقتي تاني سرب 88 87. فاهمين؟ يعني هو مركز في الارقام مش في الحروف، سبع سرب نجم ايا كان. بس هو من الواضح ان هو حاطط البادجت دي بس، يعني هو حاطط القيمه الافتتاحيه بالقيمه كده. يعني هي لو ما خلصتش عليه بالسعر ده، يعني انا النمره دي لو اتحط او وصلت فوق ال 150 200 كمان كام اسبوع هنلاقي 88 87. فاهمين حاجه؟ كمان شهر هنلاقي 88 7. اما هو هياخد نمره 88 87 يعني هياخدها. فانتوا بقى عايزين تسيبوه ياخدها من دلوقتي ويبقى قفلنا باب شخص عايز نمره وخدها، وساعتها بقى هيفوقوا مع الطلبات والدنيا اللي الناس طالباها من زمان وبقالها سنين. فاهمين ولا لا؟ فهي دي الفكره. مثلا اسد